بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجنا مساء الفن. طبعا يعني احنا لما بنيجي نتكلم عن الفنون دايما بنتكلم عن كل المجالات الموجودة على الفن، تمثيل واخراج وكتابة، مسلسلات تلفزيونية، سينما، وكمان مسرح ابو الفنون. النهارده ضيفي فنان متميز بشكل كبير جدا، قدم مجموعة كبيرة من الاعمال المتميزة المسرحية اللي حققت نجاح جماهيري وكمان حققت نجاح نقدي، ودي دايما بتبقى معادلة صعبة ان النقاد يحبوا الاعمال اللي احنا بنقدمها من وجهة النظر الفنية، وكمان العروض اللي احنا بنقدمها تكون عروض جماهيريه. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي النهارده اللي منورني في مساء الفن، المخرج الكبير حسام الدين صلاح. ازيك يا استاذ حسام؟ اهلا وسهلا بيك، ميرسي جدا. منورني. الله يخليك. زي ما قلت كده ان صعب ومش كل المخرجين يقدروا انهم يحققوا المعادله دي، معادله النجاح مع النقاد والنجاح الفني وفي نفس الوقت كمان النجاح الجماهيري. بتتعمل الطريقه دي ازاي على المسرح، وحضرتك ازاي عملتها في اعمالك المسرحيه الناجحه اللي قدمتها لغايه دلوقتي؟ بالخبره، بالتجربه يعني طبعا مفيش مخرج كل اعماله ناجحه كلها بتنجح. لا، بيبقى في بعض الاعمال المخرج الموهوب يعني بعض الاعمال كده بيتعلم منها. التجارب اللي بيتعلم منها دي بتبقى تجارب الاخفاق. يعني حضرتك اتكلمت على النقاد وعلى الجمهور. انا ليا مسرحيه اعلى ايراد في تاريخي، وكانت يعني بتجيب فلوس رهيبه جدا. مسرحيه ايه؟ مسرحيه اسمها ودق يا مزيكا. دي اعلى ايرادات في كل الاعمال اللي انت قدمتها مثلا؟ لا، ما اقصدش كده. يعني في الموسم بتاعها يعني. تمام. واكتسحت نجوم ساعتها كبيره. تمام. يعني ساعتها كان اكتسحت نجوم زي عادل امام وسعيد صالح لكن النقاد شتموني جدا. صريح، حضرتك صريح. واتعلمت من التجربه دي، اتعلمت مثلا من التجربه دي ان النجاح المادي الجماهيري سهل جدا. انما الاصعب منه انك انت تعمل نجاح جماهيري ونقدي، ان ترضي كل الاذواق. ففي مره في سنه 93 كده ليا صديق عملت معاه تجربه مسرحيه، كاتب اسمه وحيد غازي. طبعا الكاتب وحيد غازي، الاستاذ وحيد غازي طبعا واسم كبير وكان رئيس تحرير. فهو راح من نفسه كده اجر مسرح اسماعيل ياسين اللي هو بقى عبد المنعم جابر دلوقتي يعني. اجر من نفسه المسرح وعدى عليا في البيت، وفاضل اسبوعين 3 على السيزون، واللي هو سيزون فيه عادل امام وفي سعيد صالح وفي شريهان، في كل ده في التسعينات، في اوائل التسعينات. 24 25 فرقه مسرحيه. ياه. حاجه رهيبه جدا وجميله جدا. وهو الراجل اصلا مش فاضي للمسرح، بس هو كان حاسس ان انا رجل مسرح مش مجرد مخرج بس كده. راح جايب لي المسرح ومديني النص تاليفه ومشي وفتح حساب في البنك. وانا عايز انجح. هو مش مهم عنده الفلوس والبتاع والحاجات كده يعني. انما انا عايز انجح. فانا عشان انجح ساعتها في الوقت ده يعني، وانا قبلها انا ناجح. بس انا بقى ايه، حاسس بمنافسه. انت في سيزون شرس يعني. جنبي كلها عظيمه. ومفيش ممثل كوميديان او ممثل جاذب للجمهور بالمعنى الموجود. كله مرتبط. فانا قاعد بتفرج كده على التلفزيون ودماغي شغاله يعني اجيب مين واعمل مين. لقيت لاعب الكره المعروف جمال عبد الحميد بيعتزل. ومش بس بيعتزل، ده جايبين له طياره هليكوبتر ومنزل له. وبعدين ببص كده لقيت نيلي هناك في الكادر وصديقي احمد صقر المخرج جنبه وبتاع، وبيقولوا ان هو هيمثل. وطبعا ده كان حدث. وجمال عبد الحميد ساعتها كان له شهرة عريضة طبعا. يعني. بعد ما اتفرجت على البرنامج ده قمت رحت له البيت، قلت هو ده بطل المسرحية. هو ده بطل المسرحية. هو ده اللي هيجيب جمهور من وجهة نظري يعني. ورحت بالفعل وقعت معاه وقضيت معاه واديته فلوس، وابتديت بقى ايه مخبي يعني ان هو معايا. انت عامل مفاجأة. بدربه. لان هو ما عندوش اي خبرة عن التمثيل جدا يعني.
ففاجئت الجمهور فاجئني بمظاهرات والبتاع والمش عارف. طبعا عملت بقى جو. في مطرب اسمه مجدي الشربيني ساعتها كان مشهور جدا وبيغني، جبت سامي مغاوري ومحمد الشويحي وناس كتير، وفاء مكي، وجبت بقى حامد مرزوق وشويه ولاد جداد كده وبتاع، وعملت مسرحيه فيها ضحك طول الوقت. ده في اسبوعين؟ في اسبوعين. وفيها غنى شعبي ومش عارف ايه والبتاع. مش ملاحقين على الناس، مش ملاحقين الفلوس، بجد؟ مش ملاحقين الدنيا طبعا. علشان التوليفه اللي انت عملتها ما بين نجم كوره مشهور، وطبعا عارفين شعبيه الكوره في مصر ازاي، وما بين يعني البنوته الحلوه وفاء مكي في وقتها يعني كانت برضو مكسره الدنيا، والغنى الشعبي. يعني هل التوليفه دي كانت بتنجح في المسرح الصيفي في مصر؟ ونسينا بطله العرض الحقيقيه والنوال ابو الفتوح. طبعا الله يرحمه. كانت النوال ابو الفتوح برضو موجوده، نجم السينما. فعملت توليفه كده كسرت الدنيا عاديه. الغريب اللي فيها كان جمال عبد الحميد البلوف، يعني زي ما بيقولوا كده وبتاع. النقاد يشتموا ويدوها اسوأ مسرحيه واحنا مش ملاحقين على الفلوس. وبعدين قعدت ابص ليه مش عاجبه النقاد. ليه بقى؟ انا يعني يعني كترت في الفرجه شويه، اللي هو انا عايز ابسط بقى الزبون، بقى عايز الزبون يجي بقى، ما يجيش بقى للفلان والبتاع. لدرجه ان عادل امام في مره انا قاعد انا وجمال عبد الحميد، راح داخل قاعد معانا. جالكوا المسرح؟ لا. امال ايه؟ احنا يعني بعد الواقعه دهيت كان هو لسه عند بنت السلطانه في المهندسين. كان مكان مشهور في المهندسين، كان عادل امام بيقعد فيه فعلا. انا قاعد فيه انا وجمال عبد الحميد. فلقيت عادل امام جه لغايه عندنا وقعد. كان ساعتها الزعيم بيقدم مسرحيتي. الزعيم ما قدمش مسرحيات كتيره يعني. هو عشان كان كل مسرحيه بتقعد ب7 سنين ب7 سنين يعني دي ميزه، وده في نفس الوقت يعني سهل انك انت تجيبي المسرحيه. في التسعينات يعني اعتقد كان بادي جارد ولا بادي جارد احدث؟ لا، بعد بادي جارد احدث اعتقد. في الواد سيد شغال. لا، الواد سيد شغال اعتقد هي الواد سيد شغال ممكن. جالكوا بقى قعد معاكم على نفس الترابيزه؟ هو قعد وهو كان عايز بقى ايه يعني يسمع مننا ان احنا اخطأنا، ان احنا عملنا فرجه. طبعا النقد عن المسرحيه قالوا رقص وشو كباريه وبتاع، اسفاف يعني. قالوا اسفاف يعني، هم ما قالوش يعني، هم ما فيش جمل عندي وحشه، لكن في ايه كترنا في الرقص والغنى وحاجات كده يعني في الشو يعني. فالنقاد قال لك ده راجل بيقدم فرجه ما فيش مورال يعني، رغم ان احنا عندنا مورال بسيط، بس هم النقاد عندهم حق. انا ساعتها مانيش عارف الليفل يعني. انا ايه، انا عايز ابسط الزبون بالمعنى الدارج يعني، عايز انت عايز تبسط اللي جاي دافع تذكره وداخل يتبسط، واعمل له التركيبه اللي هو عايزها يعني. من وجهه نظري انه يبقى قاعد مبسوط، مفيش لحظه يشعر فيها بالملل ويضحك وينبسط وشو والبتاع والحاجات كده. اتعلمت من التجربه دي ان سهل انك تجذب الجمهور، لكن الاصعب انك تقدم قيمه فنيه، انك تقدم قيمه فنيه مع هذا العمل، مع الفرجه. وهو ده اللي خدمني بعدين. ده اللي يعني دي المسرحيه الوحيده اللي اتهاجمت فيها من النقاد، ولم تتكرر فكره ان ناقد يهاجم حسام الدين صلاح بعد كده، انسيها، ما حصلتش. ليه؟ اول حاجه انا هذا الناقد احترمته، لانه قال لي اللي عدى عليا، اللي انا ما خدتش بالي منه. هو نقد فنيا فعلا، مش بس مجرد مهاجمه. هو قال لك فين الاخطاء وانت حطيت عينك عليها بالظبط. اللي هو فهمني ان انت سرحت ورا خيالك، ودي كانت المره الاولى والاخيره اللي يبقى فيه نقد، وما ما كررتش التجربه دي ابدا. لكن اتعلمت منها ان هي بتبقى زي شعره كده ما بين انك تبقى جماهيري او تجاري بمعنى اصح، وما بين انك تكون اكاديمي. طب الزعيم قال لك حاجه وانتوا قاعدين في القعده دي؟ ايه اللي قاله لك؟ هو بدأ بجمال عبد الحميد. ايوه. فقال لي جمال عبد الحميد سأله سؤال كده، قال له جمال، انت قول لي بقى التمثيل اصعب
ولا الكوره؟ فجمال عبد الحميد صدمه بالرد، قال له الكوره. قال له يا راجل ده عادل امام. فجمال حميد قال له انا مثلت ولعبت كوره، يبقى انا اللي اقدر اقول لك التمثيل اصعب ولا البتاع. فقال له انت ايه رايك يا حسام؟ قلت له لا، التمثيل طبعا دايما الشغلانات اللي تبان انها اسهل هي بتبقى اصعب. قال لي وانت هتكرر؟ قلت له لا، مش هكرر التجربه دي تاني. لان انا بكلم قيمه طبعا. يعني هو عايز ياخد مني اعتراف ان انا خدت الجمهور، خدت الفلوس، خدت كل حاجه، بس انت مش صح. وهو كان محق، وهو كان وجهه نظره صح، وهو كان وجهه نظره سليم. لكن جمال طبعا من وجهه نظره هو فرحان بقى. لا، فرحان وشاف ان التمثيل سهل. هو في الكوره يعني لما قعد يتكلم جمال في الكوره بيصحى مش عارف بيغسلوا له 500 شراب، ويصحى الصبح يجري مش عارف ايه، فبالنسبه له دي الكوره اصعب واشقى. يعني هو يعني راجل بيعبر عن وجهه نظره. وعشان كده حتى بعدها عمل فيلم، يعني النجاح اللي احنا عملناه معاه خلاه يعمل بطوله فيلم وما كملش في الحكايه، لانه هو ده الفيلم اللي عمله مع فيفي عبده بعدها بعد كده. يعني انت اول تجربه تمثيل لجمال عبد الحميد كانت مع حضرتك. وجبنا له طبعا تصريح من النقابه الاستاذ حمدي غيث، بما انه كان وكان زملكاوي فسهل له بقى، سهل له. لا، كان النقابه قامت يعني على رجل ساعتها، فاخدت انا ورحت النقابه لحمدي غيث، وحمدي غيث امتحنه بنفسه يعني. بس كنت انا دربته شويه كده وبتاع. يعني مش اي حد كان ممكن برضو يحصل على تصريح من النقابه، يعني برضو كان في امتحان. لا اعزق يعني. حمدي غيث كان يخش الاستوديو كده لو لقى ممثل وهو بيمثل مثلا في الاستوديو، او لا ممثل ملوش علاقه بالنقابه، بيوقف التصوير ويبلغ البوليس وياخد الممثل ده. وكان لا، ما فيش حد بيشتغل تصريح. كان حمدي غيث ده جبروت يعني. يعني مش اي حد يقدر انه يمثل بدون تصريح يعني. لا خالص. يعني انا فاكر موقف لحمدي غيث في التلفزيون هنا، يعني كان جه الرئيس مبارك في زياره وبتاع، واحنا في الاستوديوهات يعني. تمام. فحجزوا الممثلين والفنانين عشان يعملوا اللقاء مع الرئيس. تمام. فحجزونا بتاع ساعه كده ولا ساعتين، صفوت الشريف وحاجات كده. حمدي غيث اول كلمه كلم الرئيس قال لهم قعدنا ساعتين واحنا ليه نقعد والبتاع. كان جريء جدا وكان شخصيته قويه، ولا كان حد يجرؤ يقرب ناحيه الممثلين ولا يمثل وهو معهوش تصريح ولا حد. دلوقتي اي حد يخرج. حمدي غيث كان حاطط شروط للمخرج، لازم دبلومه ودبلومه اخراج، ولازم يشتغل مع مخرج كبير واسمه يتحط عليه مش عارف 3. كانت النقابه نقابه وكان الفن فن. ده حمدي غيث. وطبعا كمل بعد كده برضو الله يرحمه ابو غفار عوده، الله يرحمهم جميعا. يعني قامات كان عندنا يعني. حمدي غيث ده قامه فنيه كبيره طبعا. جدا يعني. احنا في ذكريات كتيره جدا جمعتك باسامي عظيمه عندنا في الفن. انت اشتغلت مع فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي وسعيد صالح وعلي الحجار ويعني من اول الاجيال اللي كانت بالنسبه لاي حد في سنك في وقت ما بدات تعتبر يعني حلم. اقول لحضرتك فيما عدا تامر حسني وعمرو دياب كل مطربين مصر اشتغلوا معايا ما عدا الاثنين دول بس دي واحد. وما اعرفش ليه يعني. كان في برضه تجربه كده هتبقى مع تامر كده وما حصلتش. لكن كل مطربين مصر اشتغلوا معايا. مين طب غير علي الحجار؟ ما تيجي نعدهم كده. حسن الاسمر، عباس حموده، بفتكر الشعبي عشان انا بحب الشعب. مدحت صالح، كتير جدا يعني. كتير. كتير قوي. طب وعمرو دياب بقى لا ليه طيب؟ لا، عمرو طلبته في مره. عمرو انا طول عمري من وانا سن صغير كده اروح طالب اعلى اسم انا عايزه. انا مثلا طلبت محرم فؤاد وطلبت يعني قصه كده. محرم فؤاد كانت غريبه جدا يعني. عايز مطرب يغني في عرض لايف، يغني بس. تمام. فايه يعني الممثلين بيمثلوا وهو عليه مسؤوليه الغناء بفرقه كده
تحت في الصاله كده، يعني صاله المسرح الجزء اللي جنب الخشبه كده، يغني بفرقه واخد شكل الراوي كده. تمام. فبدات بعمرو دياب، يعني دي تجربه يعني. فببدا كانت في مسرح السلام، فببدا بعمرو دياب مكسر الدنيا. ده كان سنه كام؟ 90 93 كده 92 حاجه كده، اوائل التسعينات يعني واحنا صغيرين. فعمرو دياب ساعتها هو عمرو دياب كان بادئ بقى فانا يعني بتصل بيه، فعزمني على مكان غناه، يعني مش عايز اقول الفندق يعني عشان ما يبقاش تمام، يعني اوتيل من الاوتيلات. وراح مديني مدير اعماله. تمام. ما عنديش انا مدير اعمال، بس الحركه ضايقتني يعني، فروحت مديله واحد صاحبي كده. عملته مدير اعمالك؟ عملته مدير اعمالي ينسق مع مدير اعماله، مديرين الاعمال بقى مع بعض، مديرين الاعمال مع بعض وبتاع. وبعدين رحت عزمني في المكان عشاء والبتاع، وقعدت كده وكان المكان يعني في اضاءه خفيفه كده وبتاع، فشايف سواد كتير كده يعني، ملايات سودة او طرح سودة كده. عمال ابص ايه المكان الغريب ده يعني، ايه الناس الغريب. فجاه النور نور، الستات دي قلع الطرح والعبايات عرب، وعامل بقى كان ساعتها الليزر حدث، فعامل دخله بالليزر وعامل بتاع وجو وبتاع. اتعشيت وبتاع، وبعدين جه قاعد معانا. ايه بقى المشروب بتاعك؟ قلت له الغي. ده انت قاعد هنا في حاجه عظيمه جدا، ده انت عامل مش هينفع. انت عامل دخله انا ما اعرف يعني، وعامل جو. انا سعدت بالتعرف اليك وبتاع. قال لي مش هتحكي لي الموضوع؟ قلت له لا مش هحكي لك الموضوع، السلام عليكم، ورحت واخد بعضي وماشي. انت حسيت ان هو يعني مكانته اللي هو فيها دلوقتي المكان اكبر من اللي هو هيقدمه في المكان المسرح؟ اللي بيغني فيه شيء رائع، معمول له اضاءه ودخلات وجو ومحقق فيه. طب انا هجيبه في مسرح السلام شارع القصر العيني في مكان ومش هديله الاجر ده، ولا هديله ولا عندنا ميزانيه تسمح بالاجر ده. انا الاول كنت فاهم انه يعني ممكن يكون اللي بيحب الفن ما بيروحش عشان الفلوس وبتاع. أيوة. بيروح الاول يحقق ذاته، يحقق متعته. بس انت لقيت عمرو دياب محققها بالفعل؟ لقيته محققها فمشيت. فاتصلت بالاستاذ محرم فؤاد يعني. فعمل حاجه يعني كان موقف غريب قوي. قال لي ايوه. قلت له انا حسام الدين صلاح مخرج عايزك في مسرحيه تغني وبتاع مش عارف ايه. قال لي ممكن تاخد النمره دي تكلمني عليها؟ تمام. قلت له حاضر يا فندم. ما فيش بقى موبايلات ما كانش لسه فيه. هات النمره الثانيه. اتصلت استاذ محرم فؤاد. قال لي ايوه مين؟ قلت له المخرج حسام الدين صلاح. قال لي ممكن تاخد النمره دي كمان وبتاع تتصل بيا عليا. ايه الغريبه الموضوع ده؟ النمره الثالثه؟ النمره الثالثه. اديت اخدت النمره الثانيه. الو مين؟ قلت له الاستاذ محرم فؤاد. قال لي شفت حد في مصر عنده 3 ارقام؟ فقلت له لا يعني دي حدث، ده حاجه جميله، خلينا نتكلم في الشغل يا استاذ محرم وبتاع. قال لي ايه الشغل اللي عندك؟ قلت له مطرب، وهو ما كانش ساعتها شغال يعني. ساعتها قاعد ما حدش ما كانش فيه ما كانش فيه شغله خالص. فانا متوقع بنسبه 100% انه هيجي يعني. مش بالعكس، ده احنا بنعيد صناعه نجم كان موجود في الاصل يعني. ايوه يا استاذ محرم وبتاع، وشرحت له الموضوع بتاع. قال لي حلو الموضوع ده قوي. قلت له ماشي يعني تيجي وبتاع. قال لي مين بقى اللي هترقص قدامي؟ ترقص ليه يا استاذ محرم؟ ترقص ليه؟ قال لي لا انا مش هغني تحت، انا هطلع فوق وعايز شو قدامي يعني. قلت له ماشي. قلت والله فكره. طب ما يعني ما اعترضتش يعني. ما اعترضتش خالص. انا بسمع لغايه ما نقعد بقى مع بعض ونشوف ايه الحكايه. تمام. طيب انت عندك حد يعمل شو قدامي وبتاع وكده؟ قلت له هنجيب احسن ناس يعني، هنجيب من الباليه بتاع احسن ناس وبس ان شاء الله وبتاع. قال لي لا انا عندي حد. اللي عنده حد. قلت له طب هاته. قال لا انت تكلمها. مين؟ قعد بقى يوصفها يعني، قعد تعبني لغايه ما يوصفها. اللي هي بتطلع في التلفزيون. ايه اللي بتطلع في التلفزيون تعمل ايه؟ بتعمل الفوازير. طلع شريهان، عايز شريهان وهو بيغني تعمل شو قدامه.
فقلت له شكرا. يعني هو ممكن يعني ما كانش متابع قوي يعني مثلا الواقع اللي حواليه، لان شريهان في التسعينات دي كانت مكسره الدنيا بالفوازير والاعمال المسرحيه برضه. والله يعني انا قلت له جمله مش يعني ما فيهاش يعني حاجه، بس هزرت معاه، قلت له ده شريهان تغني وحضرتك اللي ترقص قدامها وبتاع، وهزرت. قلت له يا فندم تيجي فين يا فندم؟ شريهان دي نجمه كبيره ساعتها وبتاع. والوقت بيحصل بقى معاكي طول الوقت. اكيد ده طرائف. انت بتبقى انت عايز ايه؟ يعني دايما ايه يعني اتصل باي حد انت عايزه طالما هو مناسب. انت شايفه ان هو مناسب من وجهة نظرك كمخرج فعايز تجيبه. روايه في مسرح الطليعه، ومسرح الطليعه ده مسرح صغير. فبنعمل روايه كده عن سليمان خاطر ساعتها يعني. فانا شايف الدور نور الشريف. المدير بتاعي مدير المسرح نور الشريف هيجي، ده اعلى نجم في مصر 95 وبياخد مش عارف 5 مليون وبياخد 7 مليون، هتيجي انت عشان تديله 30,000 جنيه في الشهر؟ ازاي الكلام ده وبتاع؟ انت مجنون، شوف لنا ممثل يعني على قد ايدينا وبتاع. انا قلت له لا انا عايز نور الشريف. انت شايف الدور نور الشريف. انا كلمت نور الشريف من اول مكالمه رد على طول. يا حسام وبتاع، قلت له انا كذا وبتاع. قال لي ابعت لي النص. بعت له النص، قال لي ابعت لي النص. ما يعرفش بقى ان احنا لا عندنا ريجيسير ولا بتاع، ما عندناش المهنه دي في المسرح، في البيت الفني المسرحي يعني المسرح. فجبت واحد اديته قرشين وراح وداله النص. 3 ايام ولقيت نور الشريف هو اللي بيتصل. قال لي ايه النص الجميل ده؟ الله، ده دوري وانا هعمله. قلت له يلا. قال لي بس انا عندي فيلم كذا احنا هنأجل المشروع بتاعك ده للسيزون الجاي اما اخلص افلامي. قلت له وانا موافق. تمام. ورحت المسرح قلت لهم نور الشريف وافق. ما حدش مصدقني. انا يعني لما بتكلم مع اي فنان لو لقى الحاله الفنيه اللي هتسعده طبعا وتحقق ذاته الفنيه، ده الفنان الحقيقي اللي بجد طبعا هيجي الله يرحمه بقرشين ب3 يعني باي الممثل لما بيجي المسرح مش بيجي عشان يمثل، مش بيجي عشان الفلوس ولا بيجي عشان يمثل. امال بيجي عشان ايه؟ يتعلم. حتى وهو نور الشريف؟ حتى لو هو نور الشريف. ودي جمله نور الشريف اللي هقولها لك يعني. اتفضل. قال لي انا لما باجي المسرح ببقى تحت الضوء والجمهور قدامي، بتتخلق مناطق للتمثيل عمرها ما بتيجي في اي ورشه ولا عمرها بتيجي في اي تدريب. بتتخلق للممثل مناطق جديده للتمثيل يتعلم فيها التمثيل. ومناطق عمره ما مثلها ولا عارف ايه السر اللي جابها ولا عارف جات له ازاي وامتى. وممكن نحكي وقائع في فن التمثيل لممثلين عالميين مثلوا مسرح وسينما او مثلوا بشكل عام. تتخلق المنطقه دي فقط على المسرح. اللي يعرف الكلام ده وقاله برضو بشكل اخر يحيى الفخراني. يحيى الفخراني، نور الشريف، مجموعه من الممثلين العظام طبعا. سعيد صالح، عادل امام، بيعملوا ايه؟ ليه اصرارهم على المسرح؟ ما هو ما فيش فلوس. المسرح هو اللي بيمشيهم سينما فيديو، بمعنى ان هو لما بيجي يمثل على المسرح فجأة بيجيله إلهام أو بتجيله منطقة تمثيل جديدة عمرها ما خطرت على باله، لا في بروفات ولا في حكاية قبل كده ولا البتاع. وبيلاقي طريق جديد في عالم التمثيل واتفتح باب كده مغلق في قدرة التعبير والقدرة على خلق حالة من التمثيل. روح واخد الحالة دي وطالع بيها على السينما، عاملها فيلم. السينما تاخد منه، الفيديو ياخد منه. ياخده من مجهوده وياخده من تفكيره وياخده من قدراته. بس دي نورت وهو واقف على خشبة المسرح قدام الجمهور. وهي لازم مش بتيجي للكل. وبتيجي للموهوبين طبعا. بتيجي فالموهوب بيقدر يجري وراها. فالناس تستغرب ازاي نور الشريف ده يجري على المسرح طول عمره.
وهو بياخد ملايين ويجي عشان 30 و40 الف وبتاع في الشهر وبتاع، زي يحيى الفخراني مسلسل يعمل فيه 10 مليون ويروح المسرح القومي يروح عامل مسرحيه العظيمه اللي عمال يعملها دي كل شويه، الملك لير، ويبدع فيها فنيا وتمثيليا وياخد 100,000 جنيه. هو هنا رايح عشان حبه للفن، وزي ما حضرتك بتقول نور الشريف قال انا بتعلم، يعني بيجدد روح الممثل جواه. ويحيى الفخراني بيتعلم. يعني في ممثلين عمرهم ما سابوا المسرح. يحيى الفخراني ده مش لير بس، ده قبل لير في تاريخ من المسرح كبير جدا. فبيجي يعيش فؤاد المهندس ما يستغناش عن المسرح، كل عادل امام، كل الاجيال دي اللي عاشت طويلا في السينما وفضلوا نجوم كبار، المسرح له فضل عليهم. اللي بيعرف ده او اللي موهوب فعلا هو اللي عارف قيمه المسرح، هو اللي بيجي يتعلم. هو بقى بيجي مش عشان الفلوس، بيجي عشان يعني مين يتعلم مسرح الا اذا كان يعني لما يجي نور الشريف بكل خبراته وبكل اعماله الكتيره دي ويجي يقول لك انا بتعلم في المسرح. لما يجي يحيى الفخراني بكل فخر يقول لك انا بتعلم المسرح. فؤاد ما فيش حد، احنا كلنا المسرح ده مدرسه بتعلمنا. حتى المخرج نفسه اللي قاعد قدامك ده يبقى قاعد مذاكر المشهد في البيت وحاطط الماكيت قدامه وعامل التصور وقعد وخلاص وتحفه بتاع، وبعدين يجي ويبص كده وهو قاعد يجي له الهام تاني يلغي كل ده، وانت بقى في البروفا بقى وانت في خشبه المسرح. انا وضع تاني بقى خالص، شيء تاني خالص بيجي يخليك تكسر كل اللي فات ده، رغم انك كنت معجب بيه جدا وانت قاعد بتعمله والحاجات دي. الشغلانه الوحيده او المسرح هو الوحيد الذي ما زال يعتمد على الالهام والوحي والحلم والغيبيات. الجزء ده بتاع المسرح فقط. انما مثلا الجزء ده ما تلاقوش في السينما. السينما الصناعه فيها غلبه، انما المسرح الالهام الوحي الابداع بيبقى فيه غالب. طول ما انت شخص بتحلم، طول ما انت شخص بتعيد ترتيب الصور، طول ما انت شخص قريب كمان من الواقع دي وفاهم دورك ايه وعارف انت بتقول للناس ايه، طول ما عندك جماهيريتك وعندك شعبيتك وعندك مسرحياتك اللي بالملايين ايرادات، بمئات الالاف حضور وتاريخ مش مهم التاريخ، المهم انك انت بقيت بتستمتع بالحاله دي اللي هي الحاله اللي موجوده من زمان يعني. طيب احنا عايزين نتكلم عن فؤاد المهندس. انت كنت لسه في فتره مبكره جدا من عمرك يعني في صناعه الفن، وكنت مخرج منفذ في مسرحيه هالة حبيبتي. لا انا كنت مخرج هالة حبيبتي. كنت مخرج هالة حبيبتي؟ وحتى على التتر مكتوب تنفيذي المخرج حسام الدين صلاح. عشان كده ممكن يكون جه هنا الخلط. هقول لك انا ايه كلمه تنفيذ. ايه القصه بقى؟ انا هنا تعينت اول تعييني في التلفزيون مساعد مخرج تحت التمرين في مراقبه الاطفال. تمام. اللي هو انا اتخرجت النهارده، اتعينت بكره في التلفزيون. عينوني في مراقبه الاطفال عند الاستاذ محمد رجائي. تمام. 16 احنا مساعد، 16 مساعد، فقالوا لي ايه كل واحد يختار مواعيد، كان زمان كده يعني هنا. فانا اخترت ان انا اجي من 2 الظهر اقعد لغايه 2 بالليل. تمام. وكان زمان الحلقه تتصور وبعدين يطلع يعمل المونتاج بتاعها، يعني حلقه حلقه، عشان لما يجي يعمل مونتاج نهائي في الاخر يبقى مظبوط. تمام. فعملوا لي اختبار كده، قال لك لا ده بيفهم وبتاع، فقعدوني في استوديو 6 كده. جيت الساعه 2 الظهر، كان الاستاذ فؤاد ومشيره اسماعيل موجودين في اول يوم يعني. تمام. موجودين وانا قاعد فوق جنب المخرج يعني زي قدام المونيتور يعني. كانوا بيعملوا ايه بقى في الوقت ده؟ بعمو فؤاد. كانت الفوازير بقى، ما كانتش لسه المسرحيه. لا كانت الفوازير. الفوازير اللي هي بتاعت فؤاد ومشيره. تمام. مشيره اسماعيل. فانا قاعد شايفهم من فوق، ما اعرفهمش يعني لسه ما فيش علاقه، ما فيش يعني. ما تعرفتش، ما يعرفوش. الساعه 6 كده في اول يوم، الساعه 6 كده في اول يوم عدى الاستاذ منير التوني، كان ماسك منصب هنا في التلفزيون. تمام. فقال لي الواد ده قاعد ليه؟ ده انا قعدت 10 سنين لغايه ما قعدت القعده دي. ده لسه متعين النهارده، مقعدينه فوق ليه؟ ده ينزل تحت.
انا ولا فارق معايا فوق، انت في الكنترول يعني من المخرجين المساعدين في الكنترول، مش معاهم تحت في التصوير. انا ولا فارق معايا تحت ولا فوق. تمام. فهم طبعا استاذ رجاء وبتاع نزلوه تحت. نزلت تحت بيدوروا لي على شغلانه. فادوني يعني ايه اراجع الحوار مع الاستاذ. تمام. كانوا بيهابوا منه جدا يعني، مع انه راجل طيب جدا يعني. فمسكت النسخه وقعدت بقى ايه اراجع معاه الحوار واعمل معاه بروفه والبتاع، ونسيت نفسي، ما انا متخرج امبارح بقى وبتاع ومش عارف ايه، فلا اقول دي لا ما اقولش دي، وبقينا ايه بقيت ادي لفؤاد هات الجمله دي قبل الجمله دي. ده انت بتديله توجيهات اداء يعني؟ انا مش واخد يعني عادي يعني بمارس دوري يعني. الراجل بيطلب حد يبقى معاه فانا معاه. تمام. فقال الاستاذ رجائي، قال له استاذ حسام يطلع فوق، انا فكرت في حاجه عايزيني فوق يعني، فانا طالع فوق فسمعت بقى الاستاذ بيقول له يا رجائي حسام يقف ويقول اللي هو عايزه. الاستاذ اللي هو فؤاد المهندس بيقول استاذ رجائي هو فهم الندهه يعني. حسام يقف ويقول لي اللي هو عايزه ويتكلم بحريته. وراح قايل جمله بقى سخيفه كده زعلت كل الناس مني، ده الوحيد اللي بيفهم حاجه كده. كله زعل طبعا. طبعا كله مش طايقني، المساعدين بالذات. اللي هو مين الصغير بقى اللي جاي؟ اللي هو 16 مساعد، انا اخر واحد يعني. فرجعت للاستاذ اشتغلت معاه مش عارف ايه، الاستاذ مشي الساعه 10، الاستاذ بيجي من 10 او من 9 ل 10 ومشي وانا كملت وروحت نمت. الصبح بقى هو الكارثه كان الصبح بقى، راحوا مكلميني الصبح الساعه 9 الاستاذ جه وسال عليك، قلت لهم وانا بشتغل عند الاستاذ؟ انا بشتغل في التلفزيون. او انت معادك 2؟ انا معادي 2. ورحت قافل التليفون ومكمل نوم. اتصلوا كمان لازم تيجي دلوقتي، الاستاذ قال مش هيشتغل الا اذا انت جيت تراجع معاه الحوار وبتاع. قلت لهم انا ما بشتغلش عند حد، انا بشتغل في مبنى محترم اسمه التلفزيون، معادي فيه الساعه 2 الظهر. اما تيجي 2 الظهر كلمني لو ما جيتش. اخر تليفون لو ما جيتش دلوقتي هنرفدك. قلت لهم ارفدوني ارفدوني. طب وانت مستبيع كده ليه طيب؟ ما عايز انام بس مش اكتر. الساعه 10 لسه الصبح، وانا ميعاد نومي لسه بصحى الساعه 1 الظهر، وساكن في 4 ميدان الجمهوريه قريب يعني، قريب من البتاع، فبنزل 5 دقايق وبنام 5 الفجر عشان تعبان يعني محتاج ان انت ترتاح. ورحت شايل الفيشه بتاع التليفون ونام. ماشي. نص ساعه و5 دقايق لقيت جرس الباب بيرن، قلت هي وصلت ان هم ياخدوني بالعافيه؟ هي وصلت لكده؟ بفتح الباب لقيت فؤاد المهندس في وشي. فعلا؟ والله. جالك لغايه البيت؟ وحياة ربنا وكتاب الله زي ما احكي لك كده. طب يعني ايه اللي خلاه هو مثلا تصور ان هم ممكن يكونوا اتضايقوا منك فما انت هيأذوك في شغلك، ولا جه ان هو مقتنع بيك بشكل كبير كمخرج وانك أنا فتحت مبسوط بالمراجعه دي؟ فتحت الباب لقيت فؤاد اللي خطر في بالي جاب العنوان منين؟ حاجه هبله يعني. لحظه انا صغير، انا عشرينات عيل صغير، فبصيت له كده وما اتكلمتش يعني مفاجاه. فهو يا عيني كسر الصمت ده الله يرحمه وقال لي انا هشرب فنجان قهوه مش هطول. قلت له اتفضل يا استاذنا اتفضل. ودخلت كده وقامت مراتي هتعمل مش عارف ايه، اتغدينا سمك وقعدنا. بدا كده قال لي انت تاني واحد اروح له البيت، انا اول واحد رحت له عادل امام في حاره الصناديلي في الجيزه ومش عارف ايه، ووصف البيت اللي راح له لعادل امام، وانت تاني واحد اجيبه. قلت له اتفضل يعني. قال لي ما شاء الله عليك بتفهم في الفيديو بتاع. قلت له ده انا حمار في الفيديو، ده انا بتاع مسرح اصلا. قال لي والله، قال لي ده ناهد جبر ادتني شريط فيديو لفيلم اسمه آن عايز اعمله مسرحيه. عايزك تقول لي نعملها ازاي وتيجي تخرج وبتاع. ومن هنا جاتها لحبيبتي. يعني هو اكتشف فيك موهبه المخرج من وانت لسه في البدايه، ده انت في اول الطريق وانا مساعد عاشر يعني. شايف ان انت مخرج تصلح ان انت تقدم له العرض المسرحي. قلب الدنيا بقى فؤاد. ليه بقى؟ ليه؟ حمدي غيث وقف له كان برضو النقيب. قال لك ده لسه ما خدش الدبلومه وده لسه لازم نحط له اسم مخرج والبتاع. وفؤاد قال له هو ده المخرج.
الفن ما فيهوش لازم تحط له ولازم تعمله وبتاع، وعملنا بقى هي عشان كده نزلت على التتر تنفيذ. وحطوا اسم حسن عبد السلام مشرف. حسن عبد السلام اتفرج عليها في التلفزيون. بس حضرتك اللي قمت باخراج المسرحيه كامله من الالف الى الياء. الى الياء. ولما رحنا عرضنا في الدول العربيه والبتاع وبره مصر كلها وفي اي مكان اخراج حسام الدين صلاح، ومفيش اي اسم تاني محطوط. يعني انت شايف ان الفرصه الاولى جات لك من خلال الراحل فؤاد المهندس؟ وجات بدري، وهو ده كان المقلب اللي انا شربته. طب مقلب ليه طيب؟ انه فجاه انت بتخطط انك هتقعد، بس ده اختصر لك سنين طويله. هتقعد 10 سنين لغايه ما تعلن عن نفسك كمخرج. بعد 24 ساعه بتبقى مخرج. ده اللي حصل بقى اكتر من كده، ان انا بقيت مخرج في المسرح ومساعد مخرج تحت يعني يوم ما هالة حبيبتي دي اخراج حسام الدين صلاح هالة حبيبتي. انا معاه في عمه فؤاد مساعد مخرج مكتوبه قد كده، كلمه تحت التمرين مكتوبه قد كده. تحت التمرين، ما هو زمايلي بقى زعلانين بقى، ده اشمعنى خد الواد ده وبتاع. فبقيت ايه، عايش حالتين غريبتين يعني. هنا مخرج، هنا مخرج، وهنا لسه مساعد، وهنا يا ريت مساعد تحت التمرين. تحت التمرين. يعني ودي كانت اغرب حاجه. وبعدين قعدت، فالاستاذ رجاء قال لي امشي من هنا. امشي من هنا، انت وصلت الليفل عالي هناك بره. وبره بقى ايه بقى، انا خلصت هالة حبيبتي دي، وهي ما نجحتش جماهيريا بالمناسبه يعني. فعلا دي كانت مكسره الدنيا في التلفزيون. لا يعني انا افتكر انا في طفولتي اتفرجت على هالة حبيبتي يعني مئات المرات. هالة حبيبتي نجحت لما اتعرضت في التلفزيون. انما هالة حبيبتي احنا ما كملناش اسبوعين لعدم وجود جمهور. طب ليه؟ يعني ليه الجمهور ما جاش؟ كان المسرح في الوقت ده، ما دي التجارب اللي بقول لك عليها. كان المسرح خشن. بمعنى ان الضحك فيه خشن. المسرحيه دي مسرحيه رقيقه وانسانيه جدا. وقصه انسانيه ناعمه جدا، حاجه محترمه وشيك قوي على زمانها. كان زمانها المسرح مختلف. فلك ان تتخيل مثلا نقول ان الاستاذ عي والاستاذ لا عي ولا حاجه، لان مفيش حد جالنا يقطع دساكر. ما جاش. فكان ابن عمته رئيس الوزراء الاستاذ كمال حسن علي. فعملنا الكمال حسن علي ده حفله مخصوص. وعزمنا ناس عشان الراجل ما يبقاش قاعد لوحده يعني. لان ما تعرفيش ليه الجمهور ما كانش بيعتبرها مسرحيه اطفال. بعض الناس ممكن يكونوا افتكروها عرض مسرحي للاطفال. فده اوردر. يعني المسرحيه دي كانت عجبت نعيمه وصفي، كانت رئيسه الرقابه، وخطبت في نهايه العرض اول يوم عرض وقالت ان ده اعظم عرض شافته. تمام، عظيم. النقاد، الاجهزه الرقابيه، الدوله، لكن الجمهور العادي اللي بيقطع دساكر ما حصلش. فادى اوردر لكل محافظين مصر انهم يشتروا المسرحيه. فادتني تجربه ان انا لفيت على كل محافظات مصر بمسرحيه هالة حبيبتي. هالة حبيبتي. وايه، نوصل مثلا بلد زي الفيوم ما فيهاش مسرح ساعتها. فنخش في مدرسه نركب دكك المدارس كده ونعمل خشبه المسرح. فانا خايف على الراجل لا يتكسر، انه فاقول ازاي ده وبتاع. يقول لي هروح يا حسام. وكان موافق. وسافرنا بيها الدول العربيه. المحافظات لقينا نجحنا كله. يعني المحافظات بقى كانت غريبه جدا. نجحت المسرحيه وحضور جماهيري كبير. وبره مصر نجحت. لكن جوه مسرح الزمالك العرض الاحترافي بتاع ما نجحناش. نسيناها بقى. 5 سنين كده واتذاعت في التلفزيون. كسرت الدنيا بقى. مصر كلها يعني عجبتها. وده يعلمنا حاجات. يعني يعلمنا. احنا سامعين اهو. طبعا. طب ايه رايك نشوفها ونرجع نتكلم؟ نشوف مشهد صغير معاكم ونرجع نكمل كلامنا. رجعنا معاكم مرة تانية وبتكلم انا بقى في الذكريات. ان هي اتسجلت على خشبة المسرح، يعني قدمتوها للجمهور في اوائل 84. لا، صيف 84. صيف 84 اللي هو اواخر 84. واتعرضت للجمهور في التلفزيون 90 او صح؟ صورها سميرة احمد. صورتها شركة سميرة احمد وصفوت غطاس. وصورناها
في الزمالك عادي. فهم بعد كده ادوها للتلفزيون، باعوها للتلفزيون. يعني الكلام ده كان في سنه 90 بقى، اتعرضت سنه 90. طب حسيت ان يعني الاستاذ فؤاد المهندس حس كده يعني انه رجعت له بقى يعني اقول ايه، مش يعني اللي هو رجع بقى اتبسط ان الجمهور حب المسرحيه، لانها بتقول لي انها اسبوعين بس اللي اتعرضت فيهم والجمهور ما كانش بيروح. بص، فؤاد كان عنده ثقافته المسرحيه المختلفه. اللي هي ايه؟ اللي هي الحاجات اللي مش موجوده في الكتب. يعني انا هحكي لك قصه كده عشان نعرف خبرات الراجل ده. يعني تمام. اولا هو يشم ريحه المبدع. يعني ايه، يبص كده لو خدت رايه في اي ممثل يقول لك راي عمر ما حد قاله، ولا حد يعني ولا حد يخطر على بال حد. عنده نظره في التمثيل مش موجوده في الكتب. تسمعي منه مصطلحات مختلفه بالخبره بقى. شوف الخبره اللي بتيجي ساعات ضد العلم. يعني مثلا الحدوته بتاعت كان في مره كلب دخل المطبخ كشف الحله سرق اللحمه، جم اصحاب الكلب ضربوه موتوه دفنوه كتبوا على تربته كان في مره كلب. دي تاليفي. يعني دي انا اللي كاتبها. وانا مش كاتب، لكني ايه، كنت بقرا حاجه لصامويل بيكيت ويونسكو والحاجات دي. فالجو ده موجود هناك، خدته بس حطيته في المسرح التجاري يعني، مش اكتر يعني. تمام. فيعني حاجه من يونسكو كده فعجبته، واحنا بنتكلم واحنا بنكتب بقى. وهو اللي كاتب رتيبه وانصاف رشدي واسمك ايه ونصيبه فتحي، دي انا وهو. ده كسرت الدنيا الاجزاء دي في المسرحيه. يعني انا اسمي، انا مسمي نصيبه ومسمي زيناهم، هو مسمي رتيبه وانصاف رشدي. كنا بنقعد انا وهو جيلين مختلفين. هو مؤمن بالجيل ده، مؤمن بفكري، فكان مديني مساحه كبيره. يعني عاملني ديكتاتور يعني. وده ذكاء منه برضه، انه هو يعني عايز يشوف التفكير بتاع الدم الجديد من المخرجين شكله ايه. لا يعني تخيل بقى واحد انت جايبه من بيته عيل صغير، فكان كل الناس متغاظه جدا من الحكايه دي. ايه الواد ده يعني، وايه فؤاد يعني اللي بيجري ورا عيل صغير وبتاع في الوقت ده يعني. لكن هو كان عنده يعني بيتمسك بوجهه نظره. فجينا بعد ما بنحكي الحدوته بتنزل المزيكا. لو جبنا المزيكا وشفناها هنلاقي المزيكا مزيكا عالميه يعني. مزيكا مكتوبه من تحت لفوق، فشيء طبيعي تنزل من تحت لفوق. فكل يوم في الاسبوعين اللي بتاع اول يوم كده انزل المزيكا من تحت لفوق مع الولد اللي بيشتغل على المزيكا يعني وبتاع. الناس ما تسقفش، ودي مهمه جدا عند فؤاد او عند الجيل القديم ده، ان الجمهور يسقف، ان نهايه المشهد لازم يحس السكسيه. انه يهتم قوي بدخلته. طبعا. دي الحاجات اللي اتعلمتها. يعني ايه، اعمل له دخله. الدخله دي مهمه حقه بصراحه. اخر اي مشهد كده من المشاهد دي لازم يحصل تسقيف. لو ما حصلش تسقيف من الجمهور يبقى المشهد مش مظبوط من وجهه نظره. فالناس ما بتسقفش اول يومين. وانا كل يوم انزل اعمل كده وبتاع. فعدى عليا كده وهو بقى بيمثل لبس الشخصيه. فعدى عليا كده قال لي عايز الناس تسقف. قلت له يا استاذ، امال احنا قاعدين ليه؟ قال انزل مزيكا من فوق لتحت. فانا بيني وبينك برضو غرور العلم او غرور المثقف او غرور قلت المزيكا مكتوبه من تحت لفوق. لو نزلناها من فوق لتحت ده لا سيبك منه. وقعدت مفيش فايده. عملتها برضو بطريقتك. مفيش فايده. فجيت في مره قال لي انا مش، فقلت للواد نزلها من فوق لتحت. اول ما نزلت من فوق لتحت سمعت تسقيف الناس. والله يعني هو كان صح طبعا. علمني برضو، اتعلمت منه انه في اشياء ضد العلم. زي ايه في الفن؟ زي ده. زي الموقف اللي احنا فيه، لان هو حاسس بشعور بقى. يعني هو عنده ترمومتر المتفرج، عنده مشاعره بتتحرك ازاي. العلم بيتقدم، العلم بيتغير، العلم بيلغي حاجات، العلم بيلغي مهنات. عمره ما هيلغي الفن. ليه؟ لان الفن قايم على مفاهيم اخرى بجانب العلم. الاحساس، الالهام، مفاهيم غيبيه مش مفاهيم علميه. مش في كتب. مش في كتب. اهو ده ضد يعني المزيكا نفسها مكتوبه من تحت لفوق. كوفسكي كاتبها كده. انتوا عكستوها. احنا عكسناها في الاذاعه.
نزلناها من فوق لتحت. لكن هو ده الصح للفيلينج، للاحساس، للبتاع. هو عنده القصه دي، عنده الاشياء اللي يقولها لك اللي تبدو مش منطقيه او مش علميه، مش 1+1=2، تبدو حاجه تانية. لكن الفن فيه الجزء ده، كل الجزء ده بيبقى عائد على الخبرات اللي موجوده وتراكمت عبر السنين، اللي معتمده برضو على الاحاسيس والالهام والغيبيات او الوحي زي ما بيقولوا. يعني هو يعني خبرته سنين طويله على المسرح، فخلاص بقى عنده مفاتيح الجمهور، هو يعني عارف هو بيفكر ازاي وعارف بيحب ايه. وهو نفسه لما حكى لي، لان احنا كنا بنقعد نحكي كتير مع بعض، كان متيم بالريحاني. فكان يروح هو ده الكلام ده يعني على عهدته، يعني يروح يتفرج على الريحاني بيعمل ايه. وابتدى يعني لما حكى لي الريحاني كان بيعمل ايه، اكتشفت ان فؤاد بيعمل نفس اللي بيعمله الريحاني. هو كان حابب مدرسه نجيب الريحاني في المسرح جدا جدا، وهي دي اعظم مدرسه. لا يعني هم مدرسين، يعني في الوقت ده لو قلنا عليهم مدرسين او نقول عليهم طريقين او اتجاهين، نجيب الريحاني وعلي الكسار ليهم كل الاحترام، بس نجيب الريحاني في منطقه ثانيه. ونجيب الريحاني بيتهيألي اللي اتطورت بعد كده بقى لانواع اخرى من المسارح شفناها بعد كده. نجيب الريحاني هو الاساس، زي مسرح فؤاد المهندس وكل بقى اللي جه بعد كده. يعني لا تتخيلي حزن فؤاد المهندس انه بعد وفاه الريحاني جابوا عادل خيري. كان متخيل فؤاد المهندس ان هو الوريث الطبيعي، انه هو اللي هيكمل، ان هو اللي هيروح. وهو طالب في الكليه، وهو بيروح في الكواليس قاعد في كل مسرحيات نجيب الريحاني. فؤاد يجي قبل المسرحيه بساعتين، يقعد بره شويه، دي قعده نجيب الريحاني، عرفت بعدين يعني. من هو قعده نجيب، يخش على المسرح يقعد له ساعه بره، دي قعده نجيب الريحاني. هو كان واخد نجيب الريحاني من مدرسته بشكل كبير، مدرسه الكتابه، اللي هو المخرج يبقى قاعد ويجيب المؤلف وهو يقعد ويشارك. ورشه الكتابه دي مش جديده يعني، اللي بيحاولوا يعملوها دي بدأ من زمان، دي من زمان، من ايام الريحاني. بديع خيري ونجيب الريحاني والثنائيات بقى اللي كانت بتحصل. يعني كان حزن شديد جدا انه كان متخيل انه بعد وفاه نجيب الريحاني انه هو اللي هيكمل. لكن هم اختار طبعا بديع خيري. بس هو برضو كان ليه طريقه الناجح طبعا، ده الاستاذ يعني فؤاد المهندس. طبعا. طيب فؤاد المهندس انت اشتغلت معاه في المسرح واشتغلت معاه في الفوازير. هو كان بيحب الفوازير قوي وحابب حاله النجاح، وان اجيال كده ورا اجيال اتربت على فوازير عمو فؤاد. بحبها جدا لدرجه يعني عفوا وده خطأ مني، يعني انا ما كنتش شايف ان لها اهميه قوي. يعني انا كان يعني انا معاه في المسرح، وبعد كده لما عمل علشان خاطر عيون اخراج حسين كمال كنت انا موجود معاه برضو. ويعني انا فضلت معاه لغايه ما وقفت عليه كده وهو بيدفن، الله يرحمه. الله يرحمه. يعني كانت لحظه قاسيه جدا، فانا ما سبتوش ابدا يعني، حتى لما ابتدى بقى يتعب وابتدى بقى الوحده وابتدى بقى السن، وهو الفنان اللي يهزمه الزمن، يعني اللي يهزمه السن والعمر، ما يهزموش اي حاجه غير السن يعني. انما هذا الرجل يعني قيمه انسانيه كمان كبيره. طبعا. يعني طب هو ليه ساب الفوازير طالما بيحبها؟ يعني سابها فتره اللي قدمها الفنان عبد المنعم مدبولي ورجع قدمها مره هو ما كانش عايز يسيبها، ده هو كل الحكايه طلب زياده اجر. ولو اقول لك كان فؤاد بياخد كام في الفوازير نضحك. بكام بقى؟ ملاليم. فقال مش عارف عايز يزيد 100 جنيه ولا حاجه، طلب حاجه كده. ما تعرفيش ليه التلفزيون برضو دي من الحاجات الغريبه جدا. اللي لا ما يعني راجل بيعملها معاك 15 سنه ما زودتوش ابدا، زودوا يعني. تمام. فجاه هو بقى قال لك بقى ما هيجيبوا مين غيري، انا اللي مكسر الدنيا وانا البتاع ده. لا وبعدين تاريخ بقى طويل عمو فؤاد. عمو فؤاد والاطفال بيستناه، فتخيل ان هم هيوافقوا له على ال 150 جنيه اللي طرفها ولا البتاع. رفضوا وراحوا جايبين مدبولي بسعر اقل منه، بسعر من اقل اللي كان بياخده فؤاد المهندس الاساسي. والفنان عبد المنعم مدبولي وافق، وده زعل فؤاد جدا. مش هما كانوا اصحاب قوي؟ زعلوا. انا حضرت بقى الصلح. زعلوا وزعل منه جدا، ولو جيت للحق هو مدبولي غلط.
يعني انا بعمل عمل بقالي 15 سنه، وكل الحكايه اجر طلبته زياده يعني. انت لو رفضت كان التلفزيون زوده. كان وافق لفؤاد المهندس. شبط مدبولي، ودي زعلت فؤاد جدا. لدرجه انه خدني قال لي انت هتخرج لي الفوازير، انا هعمل الفوازير بره التلفزيون. انا ما اعرفش الفوازير وجع دماغه كده قوي يعني. فحسيت انها شيء مهم جدا عنده. تمام. فخدني ورحنا لبهجة قمر، البيت عند بهجة قمر، وكنت اول مره اشوف بهجة قمر يعني، واول مره اتعرف عليه، واتخضيت طبعا من بهجة قمر. ده حاجه غريبه جدا يعني، عجيبه جدا يعني. رايح على واحد مكتب كده هو في الدق يعني، ومعلق وراه علم المملكه المصريه، ومعلق وراه باين حزب الوفد والملك والبتاع مغيب يعني، ما جاش على باله عبد الناصر ولا جه على باله الحاجه. مش هو كاركتر يعني، شخصيه هي عايشه في قبل يعني في فتره قبل الخمسينات. وكل الصور الزعماء اللي عنده كده، وصوره الملك والمملكه المصريه، وانا واقف كده عمال ابص كده، هو يكلمني وانا ابص على الصور اللي عنده بتاع. فاصطدمنا. ففؤاد قال له بص، فؤاد بقى قرر ينتجها. تمام. فقال له بص يا حسام، هو المخرج، هو تقعدوا انتوا بقى مع بعض، وحسام فاهم الحكايه وهيقول لك البتاع ده ومش عارف ايه. فقال له يا عم ده ما بيبصليش، ده بيبص لفوق، انت مش عاجبك ايه؟ بس المشروع ما كملش انه يعمل فوازير بره المبنى. كتبنا بتاع 4-5 حلقات. وبعدين ما كملش، مش قادر استوعب لغايه دلوقتي ما كملش ليه. بس ده وفر لي جلسات عمل مع بهجة قمر طبعا، وصداقه. لا بالفطره، عارفه الابداع بالفطره. طب بتصالحوا ازاي تاني بقى فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي؟ كنا في الزمالك، واللي كان ورا الحكايه ديت الاستاذ مفيد فوزي كان بيعمل برنامج في هيصور في الزمالك عند فؤاد، وما قالوش ان مدبولي هيجي يصور. ومدي ميعاد لمدبولي، فاحنا قاعدين مدبولي دخل علينا وانا كنت موجود، وانا من ضمن الناس اللي سجلوا يوميها مع مفيد فوزي، بس كنت بتكلم عن فؤاد يعني. طب والفنان عبد المنعم مدبولي كان عارف انه فؤاد المهندس موجود؟ يعني هو كان عايز يصالحه. هو اللي جاي له، انه جاي له مسرح الزمالك، جاي له مكانه، فهو يعني مش فجاله مدبولي، ومدبولي صديق برضو يعني اعرفه بعد كده وتعاوننا مع بعض يعني. فمدبولي دخل عليه هو اللي باسه وسلم عليه، فالتاني حضنوا بعض. كان حضن لان انه فؤاد برضو في جزء منه المدبولي، انه مدبولي اخرج له طبعا اخرج له وعشره وسنين طويله. مدبولي اخرج له المسرحيه اللي هي بلد شهادات صحيح بتاعت عادل امام. ودي المسرحيه اللي مدبولي فيها مشى عادل امام. مشى ليه؟ قال ما ينفعش ممثل. وده اليوم اللي راح له فؤاد راح لعادل امام عشان يرجعوا المسرحيه دي. ما كانتش اتعرضت، كانت في البروفات. يعني كانت في البروفات. يعني في البروفات الفنان عبد المنعم مدبولي ما اقتنعش بعادل امام. حصل مشكله بينهم، وعادل امام راح لفؤاد المهندس عشان يتوسط له ويرجع تاني المسرحيه. لا، فؤاد المهندس اللي راح لعادل امام يصالحه ويرجعه تاني. الله، عشان مؤمن بيه وقد ايه موهوب. ده كان فؤاد الله يرحمه. هو يعني الموضوع كان شخصي اكتر، ما كانش يعني فني، او ما تعرفيش ايه اللي حصل بين مدبولي وعادل امام. فعادل امام ساب الشغل وراح. تخيلي فؤاد المهندس يروح لغايه البيت عند عادل امام يصالحه ويجيبه ويصالحوا على مدبولي ويرجعوا تاني يعملوا بروفات. انتوا الاثنين كده اللي راح لكم البيت بس. هو الزعيم وحضرتك بالظبط. عشان كده انا يعني بفكرك بالموقف اللي راح فيه لعادل امام يعني. المخرج الكبير حسام الدين صلاح، حديثك قد ايه ممتع، وذكريات ما شاء الله لا تنتهي، ويعني وقابلت فيها نجوم واسامي عظيمه في الفن. اكيد يعني هيكون لينا لقاءات تانية اكتر ونحكي اكتر ان شاء الله. ان شاء الله. نورتني يا فندم. انا ميرسي جدا ليكي، وسعيد بوجودي في التلفزيون المصري، انه انا يعني اشتغلت فيه ده البدايات بقى. شيء
افتخر بيه يعني، وكانت بدايتي هنا، وان شاء الله كل التوفيق والخير ليكي وللبرنامج وللتلفزيون المصري. ميرسي، كلك ذوق كلك ذوق. كل مشاهدينا ارجو ان انتم تكونوا استمتعتوا اكيد بالجزء الاول من سهرتنا النهارده، وبالحديث الممتع للمخرج الكبير حسام الدين صلاح. فاصل